كان يا مكان في زمن كان كل فكره إنه يحكي عن حضارة عظيمة، حضارة مش في عصر قديم ولكن في عصر حديث، في 1869 بعد افتتاح قناة السويس. إسماعيل كان عايز يعمل حاجة خاصة بمصر، حاجة كده عننا ملهاش دعوة بأي حد تاني، فقرر إنه يعمل الأوبرا المصرية، واتعملت من الخشب، وكانت تاخد حوالي 850 كرسي. فاقترح عليه المسيو أوجست، أو اللي الناس المصريين تعرفوا بميرات، اللي هو مؤسس المتحف القديم بتاع التحرير، إنه يعمل حاجة من التاريخ. قال له ندور على حاجة من التاريخ المصري القديم وننفذها. فطلعت للنور أوبرا عايدة، أوبرا عايدة اللي احنا لحد النهاردة بنستمتع بيها. يمكن الموسيقى مش هي هحكي لكم ليه، ولكن احنا لحد النهاردة ما نقدرش ننكر وجود أوبرا عايدة. وكان المفروض الموسيقار الإيطالي فادري هو اللي يقدم الحفلة الغنائية، ولكن للأسف حصلت له ظروف، علشان للأسف تتبدل الموسيقى بتاعته بموسيقى تانية متاخدة من مسرحية تانية. ومش بس كده كمان، ده لما العمل اتعمل في فرنسا كمان، الخديوي كلف كل حاجة من الألف للياء، لدرجة إن هم بيقولوا وصلت ل 250 ألف فرنك. ولكن للأسف يصحوا الشعب المصري على حريق فظيع يمنى المكان، الأوبرا كانت بتتحرق، وقالوا إن اللي حصل ده بسبب ماس كهربائي. ولكن في حد كده كان بيقول إزاي أوبرا لسه الكهرباء جديدة فيها تعمل فيها ماس؟ ومش بس كده، ده كمان في حاجة منها اتسرقت. قالك إن كان في نجفة كبيرة جدا جدا صعب إن هي تتشال من مكانها، ما لقوهاش بعد الحريق. وكمان المجلد الأصلي لأوبرا عايدة اختفى، وللأسف الشديد اتحول دار الأوبرا لجراج النهاردة. ورغم كده إن الأوبرا الخديوية تم استخدامها في أفلام معينة زي الآنسة ماما، قولي حاجة لعبد الحليم حافظ، وكمان الفيلم بتاع معبودة الجماهير، علشان يخلدوا ولو بشكل غير مباشر الأوبرا الخديوية. وتوتة توتة لسه عندنا حكاوي كتيرة وما خلصتش الحدوتة.